اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من دكتور كيدز مع دكتور يوسف. النهارده هنتكلم عن موضوع شائع جدا وممكن يحصل لكل طفل، ومش دايما الاهل بيعرفوا يميزوا بينه. ازاي افرق بين دور برد عادي والتهاب في الصدر؟ يعني ببساطه ايه هو دور البرد البسيط وامتى يكون الوضع محتاج تدخل طبي فورا. تابعني للاخر علشان تعرف تفرق وعلشان تعرف تحافظ على صحه ابنك او بنتك. مبدئيا دور البرد او نزلة البرد بيكون سببه فيروس وبيأثر على الجهاز التنفسي العلوي اللي هو الانف والحلق والحنجرة. اعراضه غالبا بتكون عطس متكرر، رشح وانسداد في الانف، كحة خفيفة وحرارة بسيطة اقل من 38. الطفل ممكن يكون تعبان شوية ولكن بياكل وبيشرب عادي. ده في الاغلب بياخد من 5 إلى 7 ايام وبيتحسن لوحده. ولو احتاج علاج بيبقى عبارة عن راحة، ده لو قدرت تقنع طفل طبعا انه يرتاح، وسوائل وخوافض للحرارة لو احتجتها، وممكن ترجع لحلقة خوافض الحرارة تشوف كل اللي انت محتاج تعرفه عنها استخدام هذه الأدوية بالتفصيل. طب يعني ايه بقى التهاب الصدر؟ التهاب الصدر معناه ان هذا الفيروس او هذه البكتيريا نزلت من الجهاز التنفسي العلوي للجهاز التنفسي السفلي اللي هو اما الشعب الهوائية او الرئة. ده بقى ممكن يكون اخطر وبيحتاج علاج اسرع. الاعراض بتاعته ممكن تكون كحه مستمره، سواء كحه جافه اللي بنسميها الكحه الناشفه او كحه ببلغم. ممكن تكون معاه حراره عاليه اكتر من 38.5. بيكون معاه نهجان او ضيق في التنفس وصوت تزييق او صوت صفير في الصدر، رفض الرضاعه او الاكل حسب سن الطفل، والخمول وقله النشاط. ولكن اخطر علامة لو الطفل بيعمل مجهود علشان يتنفس. الطبيعي ان احنا كلنا بنتنفس بدون ما نشعر، بدون مجهود. لكن لو الطفل بيسحب صدره لتحت او بينام وهو قاعد، دي كلها علامات خطيرة جدا جدا وتستدعي ان انت تشوف الطبيب او الطوارئ فورا. يعني ببساطة كده لو انا حبيت احط لك الموضوع ده في جدول، فهو هنلاقي ان الحرارة مع دور البرد بتكون بسيطة، ولكن مع التهاب الصدر بتكون عالية ومستمرة. الكحة مع دور البرد بتكون خفيفة، ولكن مع التهاب الصدر بتكون شديدة ومستمرة. برضو التنفس في دور البرد بيبقى طبيعي، ولكن مع التهاب الصدر بيبتدي يظهر نهجان او تزييق. النشاط والاكل مهمين جدا جدا مع دور البرد، طبيعي غالبا او مع تراجع بسيط، ولكن بيبقى فيه ضعف وخمول ورفض للاكل مع دور التهاب الصدر. والصوت اللي بيبقى طالع من الصدر في الاغلب في دور البرد بيبقى صوت نظيف او اصوات كلها من الانف، ولكن مع التهاب الصدر ممكن تسمع صوت صفير او حشرجه. يبقى علشان الخص لك زي ما احنا متعودين كل مره امتى اروح بالطفل بتاعي مباشره للدكتور: حراره بقالها اكتر من 3 ايام، صعوبه في التنفس او نهجان مع النفس، كحه مش بتتحسن بالعلاج البسيط، وخمول واضح او رفض للاكل. وزي ما احنا متفقين لو في اي لحظه شاكك يبقى تروح للطبيب فورا. صحه اولادنا غاليه، والمعلومه الصح ممكن تحميهم من تعب كبير. لو لسه عندك سؤال عن الموضوع ده او حاجه حابب انك تعرفها، يا ريت تكتبها لي في التعليقات. وما تنساش تعمل لايك لو الحلقه عجبتك، واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان توصلك ان شاء الله الحلقات اللي جايه من دكتور كيدز. انا دكتور يوسف ودي قناه دكتور كيدز. اشوفكم على خير.